المفاجأة اللي الكلام فيه دلوقتي ألا وهو استبعاد سالم الدوسري من قائمة الفريق نادي الهلال من الأساس إن هو يشارك في بطولة كأس العالم للأندية، إن سالم الدوسري هيستبعد تماما من قائمة الفريق اللي مشاركة في بطولة كأس العالم للأندية. والكلام ده مش اتكلم فيه حد واثنين وثلاثة، ولكن كتير بيتناقل الأمر، صحف رياضية، إعلاميين ينتموا الأندية بنفس نادي الهلال، بل صفحات محسوبة على نادي الهلال بدأت تتكلم في هذا الأمر. يعني من ضمن الصحف اللي اتكلمت في هذا الأمر عندك جريدة الرياض اللي طلعت واتكلمت، قالت سالم الدوسري قد يستبعد من قائمة الهلال في كأس العالم للأندية. بعدين علق على الأمر ده واتكلم فيه الإعلام النصراوي عبد العزيز المريسل، جاب الخبر من صحيفة الرياض وقال معقولة سالم الدوسري يبعد عن قائمة الهلال في كأس العالم؟ وين قريت هذا الخبر؟ وين يعني في إشارة إن عبد العزيز المريسل اتكلم على الخبر ده تقريبا من يومين. طب هل مثلا هذه الصحيفة بس أو عبد العزيز المريسل بس اتكلم؟ لا، أنا بقول لك بعض الصفحات المنتمية لنادي الهلال والمحسوب على نادي الهلال بدأت تتكلم في هذا الأمر. يعني عندك هنا صفحة اسمها منبر الهلال، ودي صفحة معروفة إن هي هلالية على منصة اكس، طلعت برضو جايبه صوره سالم الدوسري وبتتكلم اداره الهلال تدرس استبعاد سالم الدوسري من قائمه الفريق المشاركه في كاس العالم للانديه بسبب تاخره في حسم ملف تجديد عقده مع النادي. يعني عقوبه لسالم الدوسري ان هو مش هيجدد تعاقده مع نادي الهلال، فبالتالي سالم الدوسري مستبعد تماما من قائمه الفريق المشاركه في كاس العالم للانديه. طب ما حقيقه هذا الامر يا صديقي العزيز؟ الحقيقه هنا اتكلم في الجديد صحفي الاستاذ احمد العجلان، وده صحفي موثوق بالنسبه لي بصراحه، اتكلم ان رئيس نادي الهلال فهد بن نافل شخصيا متواجد الآن في نادي الهلال لحسم ملف تجديد سالم الدوسري. وقال تحديدا يتواجد رئيس الهلال فهد بن نافل حاليا بمقر النادي، كما يتواجد قائد الفريق سالم الدوسري بعد أن غادر جميع اللاعبين باستثناء القائد. ويسعى الرئيس لحسم تجديد عقد الدوسري بعد أن تعثر ذلك في فترات سابقة. فهنا أحمد العجلان يعلن إن خلاص يا جماعة داخل نادي الهلال الآن متواجد رئيس نادي الهلال مع سالم الدوسري لحسم ملف تجديد سالم الدوسري. وما هي إلا لحظات بعد تغريدة أحمد العجلان، ويؤكد الجميع وجميع الحسابات الرسمية تطلع تتناقل الخبر وتنقل البشرى للجماهير الهلالية إن سالم الدوسري خلاص تم تجديد تعاقده مع نادي الهلال بصفة رسمية. فأين الحديث بتاع الأستاذ عبد العزيز المريسل اللي طلع يتفاخر بالخبر ونقل الخبر ويقول لك مين اللي اتكلم في الموضوع ده قبل كده؟ أنا اتكلمت فيه قبل كده. هو بيقول يعني على لسانه إن هو اتكلم في هذا الأمر قبل كده وأكد إن سالم الدوسري لن يجدد تعاقده مع نادي الهلال، والآن يحسم تجديد تعاقد سالم الدوسري مع نادي الهلال بصفة رسمية. الحقيقة أنا كان عندي ثقة كبيرة في إدارة نادي الهلال في تجديد تعاقد سالم الدوسري، وكنت شايف أكبر الأخطاء وأكبر القرارات الخاطئة إدارة نادي الهلال. سالم الدوسري بالنسبة لفريق نادي الهلال وتشكيلة نادي الهلال مفترض إن هو لاعب من الصعب تعويضه. وخذ في الاعتبار أكثر يا صديقي العزيز إن إلى الآن إدارة نادي الهلال بتسعى يمينا ويسارا وشمالا وجنوبا وشرقا وغربا علشان تعقد صفقات استثنائية للفريق للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، مع ضيق الوقت أيام أقل من شهر وهتبدأ البطولة. وإلى الآن حتى حسم ملف المدير الفني الجديد لم يحسم. فبالتالي من باب أولى عندك لاعب اسمه سالم الدوسري وهو مفيد فنيا للفريق، مش لاعب عالة على الفريق وتفرط فيه وانت بتدور تجيب صفقات من الخارج. من باب أولى تجدد للاعب اللي عندك وبأي ثمن وبأي رقم، حتى لو كانت إدارة نادي الهلال شايفة إن سالم بيطلب رقم كبير شوية، ولكن مهما طلب سالم الدوسري أنت بتدور تجيب لاعبين أجانب خارجيين بأضعاف الأرقام اللي بيطلبها سالم الدوسري، فضلا إن سالم الدوسري فنيا في أرض الملعب هو إضافة للفريق، بجانب إن سالم الدوسري لا يقل عن أي لاعب أجنبي ممكن تجيبه، جانب إن حضرتك محتاجه أصلا خلال هذه الفترة نظرا لضيق الوقت. فالتجديد لسالم الدوسري كان مطلب، بل قرار صحيح بنسبة 100%، خاصة تحط برضه في الاعتبار خلال هذه الفترة. عامة مبروك لنادي الهلال وجماهير نادي الهلال تجديد تعاقد سالم الدوسري. سالم بلا أي شك إضافة فنية قوية جدا للتشكيلة الأساسية بتاعة نادي الهلال اللي هتكون مشاركة صفة أساسية في بطولة كأس العالم للأندية. وتحياتي للأستاذ عبد العزيز المريسل اللي طلع شكك قبلها بساعات في تجديد تعاقد سالم الدوسري.